لو محتارة تعملي غدا ايه النهاردة، تعالي اقولك في 3 دقايق بس هتعملي احلى غدا. حاجة كده مختلفة ولذيذة وسهلة وسريعة، وهتعجب اولادك جدا وتغيير كده يعني عن الطبيخ بقى والاكل المعتاد. هنعمل حاجة حلوة جدا، هنعمل سندوتشات برجر فراخ في البيت بطريقة سهلة قوي ومش مكلفة. حلو جدا وخطير بجد. هنعمل كل حاجة مع بعض، والصوص بتاعه والبصل المكرمل كل حاجة نعملها في البيت. هجيب كبة كده واحط فيها حبيتين من البصل، حبيتين بصل متوسط، وحبيتين من الفلفل الرومي الاخضر، وحباية فلفل رومي احمر، وحوالي نص كيلو من البانيه. هحط عليه 3 معالق كبار من النشا، ومعلقة فلفل اسود، ونص معلقة من الثوم البودرة، ومعلقة من البصل البودرة، ومعلقة من البابريكا المدخنة، ومعلقة كاتشب، وحطيت كمان حبة من البيض. تمام، هاخد الكلام ده كله وهضربه كويس جدا جدا في الكبة لحد ما تنعم خالص معايا. بعد كده همسكها كده بايدي، هلاقيها بتشكل وحلوة جدا وسهلة وسريعة جدا. هنا بقى هحطها في البولة، وهجيب كده طبق الزيت واحطه جنبي، وهشكل بقى ايه البرجر بطريقة سهلة جدا. هتعملي كور كده، بعد كده هتضغطي عليها بايدك وهتتشكل معاكي برجر حلو قوي. يعني لو ما عندكيش المكبس بتاع البرجر، عادي جدا ان انتي تشكليه بايدك، سهل جدا وهيتفرد معاكي بسهولة جدا. انا خلصت الكمية بتاعتي، عايزة اقول لكم انها عملت معايا 11 برجرايه. هنا كنت بقلي بحبة بطاطس، بعد كده رحت جبت طاسة وحط فيها مكعب من الزبدة، وجبت شرايح كده من البصل او حلقات من البصل، كرملته كده، وبعد كده نزلت عليه بمعلقه باربيكيو وصوص تحفه جدا بتخليه طعمه حلو، طعمه حلو قوي قوي. وقلبته كده، وبعد كده رشيت عليه رشه فلفل اسود ورشه ملح، بجد كان طعمه خطير. بعد كده جبت بقى الطاسه، حطيت عليها معلقه من الزيت، ونزلت بقى ايه عليهم بالبرجر بتاعي. ما بياخدش وقت خالص، بيستوي بيبقى حلو جدا على كل ناحيه. هيقعد حوالي 3 دقايق. هنا خلاص كان استوى معايا، شايفين اتحمر وبقى تحفة ازاي. بجد كان طعمه رهيب وريحته خطيرة وطعمه زي بتاع بره بالظبط، مفيش فرق كبير خالص. بعد كده بقى جبت كده بولة، وهنعمل الصوص بقى اللي بتحط في السندوتشات بتاعة البرجر. حطيت 3 معالق كبار من المايونيز، بعد كده معلقتين برضو كبار من الباربيكيو صوص، ومعلقتين من الكاتشب، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. بعد كده بقى هنجيب الكايزر ونبدأ بقى نرص بقى سندوتش البرجر الجامد جدا بتاعنا. هنجيب كده الكايزر ونحط فيه صوص السندوتشات اللي احنا عملناه مع بعض، بعد كده برجرايه، بعد كده طماطم، حلقات طماطم، بعد كده حلقات البصل